المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. أشكي لي من وجدي وحالي الله الله، وأقول لي مين النبي غالي الله الله. أشكي لي من وجدي وحالي، وأقول لي مين النبي غالي. إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. عسلامة، مرحبا، ان شاء الله تكونوا الكل بألف خير. اليوم ان شاء الله باش نعمل معاكم روتيني العشية. لهنا بريسك ديما كيما هكا بعد الفطور نغسل الماعون نلم الكوجينة، ومن بعد عادة كيما العادة الواحد يبقى يفكر في عشية الليل شنو. انا لهنا خممتش نعمل كعبات بريك، ومش نعمل شوربة، ومش نعمل حاجة حلوة معاهم. اكيد الحلو لازم منه، ما نجمش نبقى العشي ما نجمش ما نعملش حاجة حلوة. لهنا مش نعمل الملصوقة، خذيت فرينة وماء وملح خلطتهم بالكدا مع بعضهم ونخليها ترتاح شوي. وهذه مش نعمل كنافة، مش نحط لها السمن. عندي لهنا زبدة مش نعملهم هذوما سمن. نحطهم على النار. معناتها النار دهداهي مشي معناتها بشوية نار، باش يذوب في عقله ويطيب يجينا سمن بنين. نخليه اللي يذوب بالكدا ويعمل لك الكشكوش هذيك نتاعو. هذيك ما نحيهاش الكشكوشه، نخليها للكشكوشه نتاعو تتنحى بحادها، ونبقى ديما نحركها خاطر الحليب نتاع الزبده هذيك مش يركد لوطه. انا ديما نحركها باش ما يشدش ويتحرق. ونبقى كل مره ديما لاهيه بها، كل مره نخلطها مش برشا، اما مرتين 3 4 مرات ما اكثرش انت تحركها. ومن بعديك مش نطيب معها. من هنا حطيت باش طيب شوربه نتاع شعير. قليت شوية طماطم وشربة شعير وحطيت لهم شوية ملح وشوية ثوم. هذا الثوم قصيته جويدين طروفة جويدين، ومش نحط لها الكرافس متاعها ونخليها تغلي على روحها اللي تطيب. مش نبدللها توا الغاز متاعها خاطرني مش طيب توا الملصوقة وباش تطوعني هكا في الغاز. مش نحطها هي من غادي، مش نحط لهنا القلاي، مش ندهنو يدوبها زيت بشويه بالكل زيت باش الورقه ما تشدليش من اللوطه. ومن بعدك وديجا باش كي نبدا نخدم الكعبه نتاعي ما الزيت هذاك ما يخليهاش ما تشدش ما تلصقش في القلاي. دونك دوبه ما تحط شويه زيت تمسح القلاي نتاعك. هناك ما تراو فيها كعبه تجي ما شاء الله ملصوقه بنينه، معناتها تجي تتقرمش وباهي على الاخر. على غالبة ذاك اللي في الغربة ما عليه كان يعمل ملصوقة بيديه. هذه الملصوقة متاعي ان شاء الله تعجبكم. انا ديما نعمل ملصوقة كما هكا، والا نعملها بالسميد زادا كيف كيف. اما بالسميد مش بالطريقة ذي، سميد بطريقة اخرى. غاديك هنا تاو كمل السمن متاعي طاب صاي خرجته وعندي لهنا شوية كعبات فرويد مار باش نحطهم في الشوربة متاعي. هذا السمن لهنا بعد ما برد شوي حطيته في الدبوسة. هنا عندي كعبات الملصوقة متاعي بعد ما كملتهم تو مش نطويهم. انا نحب البريك نحبها كيما هكا، نحبها مطويه، منحبهاش على طولها. ديجا كلها يمشي ذاك القروش ما يعجبنيش، دونك نطويهم. وهنا مش نعمل الحشو متاعي متاع البريك بطاطا ومعدنوس وبصل، وفوحتهم بشويه تابل وكروي وملح.
وخليتهم على جنب. وهنا باش نعمل هذه الكنافه. لهنا الكنافه راهي فيها برشا حاجات. الكنافه كل واحد كيف يحب يعملها. انا باش نعملها لهنا بطريقه متاعي انا ذي نحبها وتعجبني كي من هكا. نحبها تجيني كي البقلاوه ذاك عليه ما نحبهاش كنافه الاخرى. لهنا خلطت بعد ما فتفتها على الاخر الكنافه متاعي خلطها بالسمنه ذاك اللي عملته. ودخلت السمن فيها بالكدا ومن بعد قسمتها على 2 شطر حطيته مرلوطه. استويته هكاكا في الصينيه متاعي مرلوطه. ومن بعد حطيت فوق منها لوز مرحي. حطيته 1 سنتيمتر العلو متاعو مش برشا. ومن بعد رجعت سكرت عليه بالكنافه اللي بقات لي هذيكا. ونعاود نستويها هكا بالمغرفه بالكدا. ومن بعد نقسمها الاشكال اللي تحبهم انت. تحبهم مثلث ولا مربع ولا كيف تحبوا انت. من بعدك باش تتقسم لك. قسمتهم هكا مربعات وندخلهم للفور على 180 درجه لمده ساعه غير ربع ساعه نص. معناتها نص ساعه ساعه غير ربع للي تحمر لك وتراها تحمرت من اللوطه من الفوق. توا مش طيب البريك. لهنا خذيت الكعبة الملصوقة متاعي حليتها حطيت فيها الحشو متاعي اللي هو بطاطا وبصل ومعدنوس. وحطيت فوق منها جبن وطن وشطر كعب عظم. فيهم اللي بالعظمة وفيهم اللي بشطر عظمة. اللي بشطر العظمة الصغاري خاطرهم ما يحبوش عظمه كامله وزيدا يلوحوها كلاصفر هذاك. دونك نعمل لهم شطر هنو الكلاصفر يتحل ياكلها. والكعبات نتاعنا احنا عملتهم بالهريسه. والجبن هذاك اختياري. انا جبن خاطر صغاري ما ياكلوليش ما ياكلوش يحبوا الجبن. دونك راني نحط لهم فيها جبن باش ياكلوها. سينو راهو الجبن هذاك يذوب ويطلع يطلع فك الزيت ويفسد الزيت. هنا كملت البريك وطابت الشوربه متاعنا. توا مش نعمل تيزانه في الليل. حطيت مغرفه سكر مغرفه نعناع مغرفه مريميه ومغرفه طرنجي هكا شويه شويه ونغليهم شويه دوب ما يغلى الماء نهبطهم. وهذا العشاء متاعنا. ذيك الشوربه ذي الكنافه بعد ما طابت حطيت لها العسل متاعها شحور. وهذه الكنافه متاعنا بعد ما بردت وان شاء الله تعجبكم. وتم قليل نقولكم بسلامه وفي امان الله.